ربع كيلو سمسم. طبعا احنا بنعملها في البيت من غير اي مكان تقطيع ولا امكانيات. هنجيب صينيه او على رخامه تبتدي تحط زيت. انا عشان ما عنديش الرخامه حطيت صينيه وحطيت كيسه التلاجة ودهنت الكيس بالزيت. ولو هفرد بايدي برضو لازم ادهن ايدي بالزيت لاني ما عنديش نشابه. لو عندك نشابه اختي هيكون اسهل واسهل. النشابه هتفرد معاكي العجين ده مظبوط جدا وهتطلعه مظبوط. بعد كده نقطعه بالسكينه بالطول وبالعرض قطع حسب ما انت عايزه. ممكن تكوريه، ممكن تعمليه وتشكليه بايدك اختي، بس انا فضلت ان انا اعمله زي ما موجود في محلات الحلويات بالظبط. وملحوظه مهمه جدا جدا، لازم تقطعي الحلاوه قبل ما تبرد اختي، لان لو بردت مش هتعرفي تقطعيها. وهو دي النتيجه بتاعتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يلا بينا نعمله سودانيه. نفس الطاسه حطينا فيها كوبايه السكر وكوبايه الميه وقلبناها كويس جدا لغايه لما تتكرمل. عصرنا نفس الليمونه وحطينا نفس عسل الكلوكوز، كل حاجه زي ما هي. ومقدار السوداني اللي هيتحط ربع كيلو سوداني حلواني مقشر. وطبعا السمسميه والحمصيه والسودانيه